الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، والصلاة والسلام على رسول الله القائل: خير الناس أنفعهم للناس. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. الإخوة الأعزاء الحضور جميعا، ونحن نعيش في خضم الأحداث المتسارعة والمتغيرات المتجددة والمرحلة الفارقة في حياة الأمة العربية والإسلامية وفي حياة شعبنا اليمني المناضل، وتجاوبا مع ثورة التغيير التي قادها الشباب العربي ودعمتها الشعوب العربية، وما حققت تلك الاعتصامات والمظاهرات الشبابية من إنجازات إيجابية على طريق تغيير وتطوير الأنظمة العربية السياسية. ولأن وطننا اليمني جزء لا يتجزأ من تلك المكونات الإنسانية والعربية، وتحقيقا لتطلعات شباب الثورة اليمنية الشعبية في جميع ساحات التغيير والتحرير في الجمهورية اليمنية، ونظرا لما تمر به بلادنا من منعطفات خطيرة، ولكي يتمكن شباب الثورة من صنع تاريخ اليمن السعيد ويعيد له دوره الإنساني ومكانته التاريخية الحقيقية بين الأمم. فقد تداعت أعداد من القوى الوطنية الخيرة والتي تضم الشخصيات الاجتماعية والسياسية والأكاديمية والاجتماعية والثقافية والشبابية، وأجمعوا على إنشاء تجمع القوى الوطنية للتغيير يكون نواته كتلة العدالة والبناء، وليصبح تجمعا وحدويا وطنيا اجتماعيا سياسيا يعتمد على منهج الوسطية والاعتدال، وليسهم في بناء الوطن والنهوض بالمسؤوليات العظيمة التي تتطلبها المراحل القادمة لمستقبل أفضل ولحياة حرة كريمة، وبحيث يكون صمام أمان للمجتمع اليمني من الأخطار الداخلية والخارجية. ولذلك ندعو جميع مكونات المجتمع اليمني من علماء وأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات اجتماعية وأكاديمية وشبابية إلى القيام بدورهم في إطار هذا التكتل للحفاظ على الوطن من التمزق والانقسام والتمسك بوحدة الشعب ولم شمله وصيانة الدماء والأعراض والأموال وتوفير الأمن والاستقرار، والنأي بالمؤسسة العسكرية الوطنية من الانجرار إلى التجاذبات السياسية باعتبارها مؤسسة وطنية حيادية مستقلة ومسؤولة عن حماية الوطن واستقلال وسيادة البلاد وحراسة الثورة ومكتسباتها. ونؤكد دعوتنا المخلصة لكل أبناء اليمن من مختلف شرائحهم للانتساب إلى هذا التكتل الوطني الوحدوي، لنعمل معا وسويا لتحقيق أهداف الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر، ولنلتحم مع شباب الثورة وكل الأحزاب والشخصيات المستقلة في بناء وتطوير وتنمية بلادنا وازدهارها في مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من خلال رؤيتنا الوطنية الشاملة للنهوض باليمن الجديد وحل المشاكل والصعوبات والتغلب على التحديات الداخلية والخارجية التي تعترض وتعرقل مسيرتنا الوطنية
ولصياغة حاضر اليمن ومستقبله الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي الأفضل، وتحقيق مبادئ الحرية والعدالة والمساواة لكل أبناء اليمن الواحد الموحد. ولأبنائنا وإخواننا شباب التغيير والثورة الموجودين معنا والموجودين في قلوبنا، وهم في ساحات التغيير والثورة